هل بغداد بنجاح صفقة ناجحة للأهلي في يناير وهل الصفقة تمت فعلا ولا لأ؟ اعمل كوباية شاي وتعالى لي يا حبيبي أمتعك وأعرفك كل حاجة عن بغداد وآخر أخبار الصفقة. بغداد بنجاح صاحب ال33 عام، وهنا يجي القلق عند كل جمهور الأهلي والخوف من تكرار تجربة موديست من جديد. ولكن عزيزي الأهلاوي أحب أقول لك إن الفرق كبير أوي أوي بين بغداد وأي مهاجم تاني في نفس عمره. تعال الأول أقول لك شوية أرقام كده تفهمك كواليتي المهاجم ده عامل إزاي. بغداد الموسم دوت لعب مع الشمال القطري 11 ماتش، 11 ماتش عمل فيهم إيه؟ حط 11 جون وصنع 6، يعني في 11 ماتش عمل 17 مساهمة. عايزك تتخيل المهاجم السفاح اللي عمل 17 مساهمة ده في 11 ماتش هو كمان المهاجم الأساسي لمنتخب الجزائر لحد دلوقتي، ولعب في التصفيات 5 ماتشات، 3 بس بشكل أساسي، ومسجل في ال5 ماتشات دول هدفين في 3 بس